تخيل أن يكون محكوما عليك بالإعدام، ولديك فرصة وحيدة قبل إعدامك ب12 ساعة فقط أن تهرب. ويخبرك حاكم الدولة أن هناك فرصة أخيرة، وإن نجحت فيها سيتم العفو عنك. في إحدى أغرب القصص التاريخية بنهاية لن تتوقعها ولن تتصورها. تبدأ القصة بأحد السجناء في عصر لويس الرابع عشر، محكوم عليه بالإعدام بتهمة القتل الخطأ أثناء عراك، ومسجون في جناح قلعة الملك. هذا السجين لم يبقى على موعد إعدامه سوى ليلة واحدة، أي أنه سيتم إعدامه صباحا. ويروى عن لويس الرابع عشر ابتكاره لحيل وتصرفات غريبة ولها معاني كبيرة. في تلك الليلة فوجئ السجين بباب الزنزانة يفتح، ويدخل عليه لويس الرابع عشر شخصيا مع حرسه الخاص ليقول له: سأعطيك فرصة، إن نجحت في استغلالها فبإمكانك أن تنجو. لم يتمالك السجين نفسه من السعادة، فقال له لويس: هناك مخرج موجود في جناحك بدون حراسة يمكنك الهرب منه بسهولة جدا. إن تمكنت من العثور عليه يمكنك الخروج ولن يوقفك أحد وستصبح حرا. وإن لم تتمكن فإن الحراس سيأتون غدا مع شروق الشمس لأخذك لحكم الإعدام. غادر الحراس الزنزانة مع الإمبراطور بعد أن فكوا سلاسله، وبدأت المحاولات. بدأ يفتش في الجناح الذي سجن فيه في كل شبر، والذي يحتوي على عدة غرف وزوايا كثيرة. ولاح له الأمل عندما اكتشف غطاء فتحة مغطاة بسجادة بالية على الأرض، وما إن فتحها حتى وجدها تؤدي إلى سلم ينزل إلى سرداب سفلية، ويليه درج آخر يصعد مرة أخرى. وظل يصعد ويصعد إلى أن بدأ يحس بتسلل نسيم الهواء الخارجية، مما بث في نفسه الأمل. فهل هذه هي الحرية؟ إلى أن وجد نفسه في النهاية في برج القلعة الشاهق، والأرض لا يكاد يراها أصلا. عاد أدراجه حزينا منهكا، ولكنه واثقا أن الإمبراطور لا يخدعه. وبينما هو ملقى على الأرض مهموم ومنهك، ضرب بقدمه الحائط أمامه، وإذا به يشعر بالحجر الذي يضع عليه قدمه يتزحزح. فقفز من السعادة والحماس وبدأ يحرك الحجر، فوجد أن بالإمكان تحريكه بسهولة. وما أن أزاحه فوجد سردابا ضيقا يتسع للزحف بصعوبة، فبدأ بالزحف، وكلما زحف استمر بسماع صوت خرير المياه. وأحس بالأمل أخيرا، لعلمه أن القلعة تطل على نهر طويل أمامها مباشرة. لكنه في النهاية وجد نافذة مغلقة بالحديد تطل على النهر مباشرة. عاد لجناحه وهو يتحسس كل حجر وبقعه في السجن. ربما هناك حجر آخر يتحرك، لكن كل محاولاته ضاعت سدى والليل يمضي. واستمر يحاول ويفتش، وفي كل مرة يكتشف أملا جديدا. فمرة ينتهي إلى نافذة حديدية، ومرة إلى سرداب طويل ومتاهة تعيده لنفس زنزانته. وهكذا ظل طوال الليل يلهث في محاولات وبوادر أمل تلوح له مرة من هنا ومرة من هناك، وكلها توحي له بالأمل في أول مرة، لكنها في النهاية تبوء بالفشل. وأخيرا انقضت ليلة السجين كلها، وأشرقت له الشمس من خلال النافذة، ووجد وجه الأمير يطل عليه من الباب ويقول له: أراك ما زلت هنا. قال السجين: كنت أتوقع أنك صادق معي أيها الإمبراطور. قال له الإمبراطور: لقد كنت صادقا يا فتى، ولم أكذب عليك. سأله السجين: لم أترك بقعة في الجناح لم أحاول فيها، فأين المخرج الذي قلت لي عليه؟ قال له الإمبراطور مبتسما: لقد كان باب الزنزانة مفتوحا وغير مغلق. لقد أخبرتك أن المخرج كان سهلا وبسيطا جدا. الإنسان دائما يضع لنفسه صعوبات وعواقب، ولا يلتفت إلى ما هو بسيط في حياته. حياتنا قد تكون بسيطة بالتفكير البسيط، وتكون صعبة عندما يستصعب الإنسان شيئا في حياته. فلا تصعب حياتك بالتفكير المفرط وتعقيد كل شيء، فعش حياة بسيطة تعش حياة سعيدة.